القديس كارلوس بوروميو رجل عاش التواضع والعطاء. ولد كارلوس بوروميو عام 538 في شمال إيطاليا لعائلة نبيلة. منذ صغره كان محبا للصلاة والتأمل، ودرس الفقه المدني والكنسي حتى حصل على شهادته. رغم ضغوط عائلته للزواج بعد وفاة أخيه، اختار الكهنوت ورسم كاهنا ثم كاردينالا بعمر 22 عاما عندما أصبح خاله البابا بيوس الرابع. لم يكن مجرد رجل دين، بل كان مصلحا نشطا. أسس أكاديمية لدعم العلوم، وأصبح أسقف ميلانو عام 1563، فعمل على إصلاح الكنيسة. وجاب أبرشيته بنفسه وأسس معاهد لاهوتية لتعليم الكهنة. في 1570 عندما اجتاح الغلاء إيطاليا أطعم الآلاف. وحين ضرب الطاعون ميلانو عام 1576 لم يهرب، بل باع ممتلكاته وساعد المرضى بنفسه. رغم تعرضه لمحاولة اغتيال، ظل ثابتا على مبدئه في التواضع وخدمة الآخرين. شعر بقرب رحيله عام 1584، فاعتكف للصلاة حتى وافته المنية في 4 من نوفمبر. استمرت معجزاته بعد وفاته، وأعلنت قداسته عام 1610 من كلماته: إن كانت في نفسك نار ضئيلة من الحب الإلهي فلا تطفئها، بل أغلق باب قلبك لئلا يفقدك البرد حرارتها. لا تنسونا في صلواتكم مون جيسو. إذا أعجبتكم هذه القصة وألهمتكم، لا تنسوا متابعتنا لمزيد من القصص الروحية الملهمة. القديس كارلوس بوروميو رجل عاش التواضع والعطاء. ولد كارلوس بوروميو عام 538 في شمال إيطاليا لعائلة نبيلة. منذ صغره كان محبا للصلاة والتأمل، ودرس الفقه المدني والكنسي حتى حصل على شهادته. رغم ضغوط عائلته للزواج بعد وفاة أخيه، اختار الكهنوت ورسم كاهنا ثم كاردينالا بعمر 22 عاما عندما أصبح خاله البابا بيوس الرابع. لم يكن مجرد رجل دين، بل كان مصلحا نشطا. أسس أكاديمية لدعم العلوم، وأصبح أسقف ميلانو عام 1563، فعمل على إصلاح الكنيسة. وجاب أبرشيته بنفسه وأسس معاهد لاهوتية لتعليم الكهنة. في 1570 عندما اجتاح الغلاء إيطاليا أطعم الآلاف. وحين ضرب الطاعون ميلانو عام 1576 لم يهرب، بل باع ممتلكاته وساعد المرضى بنفسه. رغم تعرضه لمحاولة اغتيال، ظل ثابتا على مبدئه في التواضع وخدمة الآخرين. شعر بقرب رحيله عام 1584، فاعتكف للصلاة حتى وافته المنية في 4 من نوفمبر. استمرت معجزاته بعد وفاته، وأعلنت قداسته عام 1610 من كلماته: إن كانت في نفسك نار ضئيلة من الحب الإلهي فلا تطفئها، بل أغلق باب قلبك لئلا يفقدك البرد حرارتها. لا تنسونا في صلواتكم.